السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. قصة اليوم من اغرب القصص اللي سمعت من قبل، كتحس باحداثها ماشي منطقيه وبحال الا ماخوذه من شي فيلم امريكاني من ايام التسعينات. القصه بدات بلا اختفاء ومن بعد باكسيدون طوموبيل محروقه ما مفهومش لا كيفاش ولا علاش. قضية اليوم قضية طويلة ومعقدة وفيها معلومات كتيرة، هادشي علاش خليكم مركزين معايا. وقبل ما نبداو ان شاء الله ما تنساوش تضغطوا على لايك وعلى زر الاشتراك الا ما كنتوش مشتركين، ويلا نسمعوا الحكاية من البداية. القصة بدات يوم 28 يونيو سنة 2008 في جاردن فالي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. في هاد الليلة مع 2 ديال الصباح كان واحد سايق في لوتوغوت طريق 193 وهو سايق شاف دخان كتير جاي من تحت الواد وتوقع ممكن يكون حريقة الأشجار عادي، وهو يتصل بالطوارئ. المطافئ جاو مع 2:30 الصباح وحتى هما كانوا كيظنوا أنه حريقة الأشجار اللي كيوقع عادة، والمحققين المتخصصين في حوادث الحريق حتى هما كانوا حاضرين باش يعرفوا شنو هو سبب الحريق. ملي المحققين وصلوا الدنيا كانت مظلمة وكان دخان كتير وما كانش كيبان مزيان. الحريق كان لتحت في الواد ونزلوا ومشاو في اتجاه الحريق، ولكن المفاجأة الحريق ما كانش بسبب الأشجار، كان في طوموبيل. المحققين قربوا شوية للطوموبيل لقوها تحرقت كلها وعامرة دخان، ومن خبرتهم كمحققين كانوا حاسين انه كاينه شي جثه وسط الطوموبيل. وبالفعل ملي شافوا لداخل لقاو بقايا جثه في الكرسي الامامي ديال اللي كيسوق، العافيه كلات الجسم ديالو تقريبا بالكامل. البلاصه اللي لقاو فيها الطوموبيل عباره عن جبال كلها شجر وودان، وفي هذا الطريق بالضبط 193 كيوقع فيها حوادث بزاف. وبسرعه المحققين ربطوا ما بين هاد لاكسيدون وواحد ديكلاراسيون اختفاء كانت في نفس اليوم الصباح ديال واحد الراجل كان من نفس المنطقه، خرج يبدل البوطاغاز ويشري الوقود للطوموبيل، ومن تما ما عاودش رجع لدارو. وعرفوا باللي نوع الطوموبيل السيد اللي اختفى نفس نوع الطوموبيل اللي لقاوها محروقه في الواد، واللي بلغ على اختفاء هاد السيد هو مراته اسمها باتي براسبا. قالت باللي راجلها رون اختفى اليوم، وقالت باللي كانت خارجه مع بنتها ورون صون عليها في التليفون مع 9 ديال الليل، وقال لها باللي خارج يبدل البوطاغاز ويشري الوقود للطوموبيل. وملي رجعت للدار بقات كتسناه حتى للصباح، ولكن هو ما رجعش للدار، وتما بلغات البوليس بالاختفاء ديالو. المهم المحققين خداو من الجثه المحروقه ورسلوها للمختبر الجنائي باش يتاكدوا واش اللي كان سايق الطوموبيل المحروقه هو رون ولا لا. وفي الوقت اللي كانوا كيتسناو فيه نتيجه المختبر لقاو الرقم ديال الماتريكول ديال الطوموبيل وعرفوا باللي الطوموبيل باسم رون ومراته باتي. وهنا كان خاصهم يبلغوا باتي باللي عرفوه، وطبعا باتي تصدمات بهادشي اللي عرفت على رجلها، وكانت باغيه تعاون المحققين وباغيه تعرف كيفاش هاد الحادثه البشعه وقعت لرجلها. الخبر انتشر في المدينه كلها وعرفوا باللي الطوموبيل درون تحرقات وهو فيها، وحيت الناس بزاف كانوا كيعرفوا رون حزنوا وتاثروا بزاف بهاد الواقعه، حيت كان اطيب الناس وكان محبوب عند الجميع. رون كان عنده 54 سنه، زوج واب وكذلك جد، وكان عضو فعال في الكنيسه، واي حد وقع في شي مشكل كان رون كيساعدو. رون وباتي تزوجوا عن حب. باتي اجتماعية وكتخدم خدمة مزيانة في هيئة الحفاظ على البيئة في كاليفورنيا. رون كان رجل أعمال ناجح، وملي تعرف على باتي لقى فيها الزوجة اللي كان ديما كيتمناها وتزوج بها. رون وباتي ملي تلاقاو كل واحد كان عنده ولاد من أزواج سابقين. دابا البوليس شاكين بنسبة كبيرة بزاف أنه اللي لقاوه وسط الطوموبيل هو رون، ولكن شنو طرا بالضبط في الليلة اللي تحرقت فيها الطوموبيل؟ فمن المحتمل أنها انحرفت على الطريق وطاحت في الواد، وبديك الطيحة البنزين تسرب وتسبب في الحريق. ولكن واحد من المحققين لاحظ واحد الحاجة في الكرسي اللوراني، كان الإناء اللي كيعمروا فيه الوقود، وكان ثقب كبير في الكرسي بنفس الحجم ديال الإناء، كان ديال 4 يترو. وحيت مراتو باتي كانت قالت في البلاغ باللي رون ملي خرج كان مشى يجيب البوطاغاز والوقود، الشيء اللي كيبين أنها ممكن تكون أكسيدون عادية وليسونس اللي كان فيها سبب اشتعال النار. وفي نفس الوقت واحد من رجال المطافئ قال المحقق أنه شاف شي بقع ديال الدم في الطريق، والمحققين مشاو للبلاصه اللي قال لهم وشافوا 2 البقع ديال الدم كبار كان بالضبط وسط الطريق. وهنا بدا الشك يدخل المحققين، طوموبيل طاحت لتحت، كيفاش هذا الدم هنا في الطريق؟ واش الدم ديال شي حيوان تضرب في الطريق ولا شنو بالضبط؟
رجال المطافئ ملي بداو كيقلبوا ما لقاو حتى شي جثه ديال الحيوان في ديك البلاصه. رجال المطافئ ملي بداو كيقلبوا دقيقين مشاو مورا اثار دوك البقع ديال الدم وبداو كيلقاو بقع دم اخرى صغار وبقاو متبعينهم وكانوا في الاتجاه اللي طاحت فيه الطوموبيل. من بعد اختفى الاثار.